الاوبشن بتاع الام ال او لو انا عايزه افعله عشان استفيد منه في النتورك بتاعتي، او ايفن حتى وانا بجرب بتست هل بعد ما افعله النتورك بتاعتي هيكون البرفورمانس بتاعها احسن ولا لا. تقدر تفعله بنفس الطريقه اللي احنا دخلنا عليها. ادخل على اسم الشبكه ادفانسد اللي هي الاعدادات المتقدمه، وبعد كده فعل الام ال او او اختار واي فاي 7 الاول، وبعد كده ادخل على enable الام ال او. تمام. طيب ايه اللي بعد كده ممكن ان احنا قبل بقى قبل ما ندخل على باقي الحاجات العامة اللي احنا هنشتغلها النهاردة إن شاء الله. ايه الموديلات المتوفرة في رييه كواي فاي 7؟ ايه الموديلات اللي عندنا واي فاي 7؟ احنا عندنا مجموعة من الموديلات. السيلينج ماونت اللي هي ال7 3 HD. طبعا راب اختصار ري اكسس بوينت. رقم 7 معناها واي فاي 7 اكسس بوينت، النيمنج رول الجديدة اسهل بكتير. ورقم 3 معناها تراي باند. ناخد بالنا من الموضوع ده. 3 معناها تراي باند، يعني ال 73 اتش دي وال 73 برو بيشتغلوا بيدعموا التردد ال 6 جيجا هرتز. انما ال 72 برو وال 72 مش بيدعم، شغالين ديوال باند 2.4 و5. تمام. وبعد كده عندنا السبعة اتنين برو الاو دي اللي هي الاوت دور، وفي عندنا السبعة اتنين وول اللي هي الوول ماونت اكسس بوينت اللي بتبقى mainly فور hospitality. لو جينا سريعا كده نمشي مع الموديلات بتاعت ريجي. الراب 73 اتش دي او اللي احنا بنسميهم دلوقتي الاس ام اي برودكت، هتلاقي الاكسس بوينت دي هي اعلى موديل موجود كواي فاي 7 فري. الثروبوت او حجم الداتا عليه بيوصل ل 19000 ميجا بت بير سكند بي اي اللي هو الستاندرد. خلاص اتفقنا الواي فاي 7 هيبدأ ببي اي 19000 19 جيجا او 19000 ميجا بت بير سكند. ده حجم الداتا اللي الاكسس بوينت تقدر تهندله في الثانية الواحدة. الاكسس بوينت عليها اتنين بورت، بس الاتنين بورت 10 جي، واحدة كبر والتانية فايبر. الاكسس بوينت الهاردوير بتاعها عليها اتنين بورت، واحدة كبر والتانية فايبر، الاتنين سرعتهم 10 جيجا. وبتشيل كاباسيتي توصل ل 1500 يوزر. 1500 يوزر. وطبعا بتدعم التردد ال 6 جيجا هرتز، وبالتالي عليها عرض نطاق اوسع اللي هو 320 ميجا هرتز تراي ريتي. في هنا التيبل الأقل منها شوية، بدل 73 اتش دي اللي بعديها تيجي أقل منها هي 73 برو. ال 73 برو هتلاقي الثروبوت بتاعها 14000 ميجا بت بير سكند، اللي فاتت كانت 19000. دي الفي اي 14000 وبتشتغل على 600 يوزر. تمام. بس هي برضو تراي راديو بتشتغل على 2.4 وال5 وال6. ده الشكل بتاع الاكسس بوينت اللي هي السبعة تلاتة برو. عليها اتنين بورت، واحدة 2.5 جيجا والبورت التانية فايبر بورت 10 جي. تمام. ده الشكل بتاعها من الخلف، وحتى هنا هو جايب لك، أعتقد في موديل تاني هيبقى جايب الطريقة بتاعت الانستوليشن بتاعتها. لو جينا نشوف اللي أقل منهم شوية اللي هي السبعة اتنين برو، دي بتشتغل على الثروبوت اللي هو البي اي 5040، يعني 5000 ميجا بت بير سكند أو 5 جيجا. تمام. يبقى احنا عندنا 19 جيجا، وبعديها تيجي اللي هي ال 14 جيجا، وبعد كده تيجي الاكسس بوينت ال 72 برو. هتيجي دي دول باند. تمام. 2.4 و5. والثروبوت بتاعها 5 جيجا اب تو 5 جيجا بير سكند. ولكن كل الفيتشرز اللي احنا بنتكلم فيها، حتى هو في السلايد هنا ذاكر لك كل الفيتشرز اللي ملهاش اي علاقة بتواجد التردد الثالث اللي هو ال 6 جيجا، زي الام ال او والكوام والام ار يو. تمام كده. طبعا الاكسس بوينت الواي فاي 7 كلها بتاعت ريجي بتشتغل بتدعم الاي بي مش. اقدر اوصل اكتر اب تو 3 هوبس او اكتر من كده كمان على الواي فاي 7. وبتدعم طبعا الكلاود والستاند الون بورتال موجود طبعا على الواي فاي 7 اكسس بوينت. البرو عليها اتنين بورت، واحدة جيجا وواحدة 2.5 جيجا. تمام. هنا مش عندي التنجي بورت، مش محتاجة. في على الاكسس بوينت هتلاقي فيه سكيورتي لوك، الانستراكشن للانستولينج، يعني طريقة التركيب بتاعتها اسهل عن الحاجات اللي قبل كده كانت ممكن تعمل مشاكل في ضبط الزاوية بتاعة الأجهزة المربعة. في عندنا بعد كده الموديل اللي هو السبعة اتنين برو او دي، اختصار اومني دايركشنال، ودي اوت دور اكسس بوينت واي فاي 7 اوت دور اكسس بوينت. والحمد لله، او هي يعني مناسبة اكتر للناس اللي ما بتحبش الحاجات اللي حجمها كبير. الاكسس بوينت الاول دور دي واي فاي 7 بتيجي ببروتكشن اي بي 65، وعليها بورت 2.5 جيجا. تمام. والثروبوت بتاعها برضه 5000 5 جيجا بت بير سكند. بتشتغل على 110 تيرمينال.
تمام. اومني دايركشنال يعني بتوزع في كل الاتجاهات، وبتدعم طبعا المش تكنولوجي والكلاود ابلكيشن. السبعة اتنين، شايفة هو ليه حط بتاع دي في النص كده. السبعة اتنين هي أصغر أو أول موديل واي فاي 7 فري، ويعتبر أقلهم ثروبوت اللي هي 3600 ميجا. واي فاي 7 تمام. سيرين ماونت، الشكل بتاعها راوند مختلفة عن اللي فاتوا، كانت سيركل أو كانت مربعة. ممكن تبقى مناسبة لإيه؟ مناسبة لو هحطها في فيلا مثلا، لو ريتيل شوب. الموضوع يبقى كومباكت سايز، حجمها أصغر، وفي نفس الوقت بتدعم كل المميزات بتاعت الواي فاي 7 لعدد كبير من اليوزرز موجودين عندي في المكان. ودي الوول ماونت اكسس بوينت. الوول ماونت اكسس بوينت واي فاي 7 بي اي 3600، الثروبوت بتاعها 3600. هتلاقيها عليها بيلت ان سويتش 4 بورت جيجا لان، واحدة منهم بي يو اي اوت. اركبها على ايه؟ على الاي بي فون او اي جهاز محتاج باور عندي في المكان. از لونج از بنتكلم هوسبيتاليتي، فالناس بتتكلم ان الاكسس بوينت اللي هتركب داخل الغرفه يبقى عليها بورت بي يو اي اوت تغذي التليفون الاي بي اللي موجود داخل الغرفه. تمام. الاكسس بوينت دي البورت بتاعتها الان بي يو اي 2.5 جيجا، انما الداون لينك جيجا. تمام، يعني عليها 4 بورت داون لينك جيجا. الاب لينك بتاعتها 2.5 جيجا، وهي واي فاي 7 3.5 جيجا بت بير سكند، ده الثروبوت بتاعها. وعليها الانتي سيفت باكل ده عشان ما تتسرقش. وهنا بيوريكوا الشكل بتاع التركيب بتاعها، ممكن تركب حتى ورا التي في او ورا الشاشة الموجودة داخل. ممكن تركب على اي ماونتن بقى براكت، سواء المربع ده او اليوروبيان ستاندرد، على حسب الجنكشن بوكس اللي انت هتركبه ايه. هي ممكن بتفيد في اكتر من جنكشن بوكس. تمام. يبقى كده الموديلات احنا مش لازم نجو ثرو قوي الموديلات. عندك السبعة اتنين والسبعة اتنين برو والسبعة تلاتة والسبعة تلاتة برو والسبعة تلاتة اتش دي، موديلات كتير باختلاف الثروبوت، سواء بقى دول باند ولا تراي باند. اندور، وفي الاوت دور، وفي الوول بليت. دي كده السيريز اوف واي فاي 7 اكسس بوينت اللي موجودة حاليا كاس ام اي برودكت. طيب، الناس اللي ممكن ما تكونش حضرت معانا قبل كده، المفروض ان الجزء الثاني من البرزنتيشن